قبل ظهوره مع رامز جلال 10 معلومات عن الحلنجي محمد رجب. واحد، اتولد محمد رجب ونشأ في الجيزة، حيث التحق بمدرسة الطلائع الإعدادية ثم تابع دراسته في الثانوية العسكرية. 2، كان يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة لكنه اختار دراسة الإعلام رغم رغبة عائلته في دخوله كلية الفنون الجميلة. والده كان يعمل موظفا في مبنى مسبيرو الإذاعي، وكان دائما ما يحضر معه تصوير البلاتوهات. على الصعيد الشخصي تزوج سنة 2009 من الفنانة التشكيلية السعودية غدير، ورزق منها بابنه الوحيد يوسف. 5، زواج رجب لم يستمر طويلا وانفصل الثنائي سنة 2014. 6، بدأ رجب مشواره الفني عام 1995 كمساعد مخرج مع المخرج طارق العريان قبل أن يقدمه المخرج يحيى العلمي في مسلسل الزين بركات. 7، إلا أن انطلاقته الحقيقية جاءت في عام 2006 عندما لعب أول بطولة سينمائية له في فيلم تمن دستة أشرار اللي حقق نجاحا واسعا. 8، من أبرز أفلامه الأخرى كلاشينكوف والباشمهندس حسن وسالم أبو أخته وبيكيا، كما تألق في الدراما التلفزيونية بمسلسلات مثل المعلم والأخ الكبير وأدهم الشرقاوي وآخرها الحلنجي. حصد محمد رجب عدة تكريمات أبرزها جائزة عن دوره في فيلم تمن دستة أشرار سنة 2006، وتكريم مهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل أدهم الشرقاوي سنة 2010. 10، تزوج رجب مرة أخرى من المطربة اللبنانية دانا حلبي وفقا لمصادر مقربة من الطرفين، واقتصر الزفاف على الأصدقاء المقربين والعائلة.